بعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول اللي انتهت 1-1 النهارده في استاد الاتحاد، بعد مرور 13 جولة من الدوري الانجليزي، بعد ماتش تشيلسي ومانشستر سيتي اللي انتهى 4-4، وبعد ما تشيلسي ده اللي هو موجود في المركز العاشر يقدر يكسب توتنهام 4-1 اللي اصلا ما خسرش من اول الموسم، بعد كل اللي بيحصل في الدوري الانجليزي ده، بعد سرعة الاداء دي، عندي تساؤل نفسي حد يجاوبني عليه. مين الشخص السطحي اللي كان بيروج الى ان الدوري السعودي هيخطف الانظار من الدوري الانجليزي، او حتى ان الدوري السعودي هيقدر يحجز اي مكان في التوب 5 ليجز؟ وده لمجرد ان اشقائنا في السعوديه دفعوا السنه دي مليارات الدولارات عشان يجيبوا بعض الاسماء الكبيره جدا في عالم كره القدم. بعضهم قد يكون قرب يخلص كوره، والبعض الاخر ممكن يكون عدى الثلاثينات، بس برضه في لعيبه كبيره جدا جابوها. ولكن في الاخر هل ده هو اللي هيخلي الدوري السعودي واحد من احسن 10 دوريات في العالم؟ ليه انا بقول ده النهارده بالذات؟ لان استمرار الاداء العالي جدا لما التوب فور بيقابلوا بعض في الدوري الانجليزي، واللي اصبح دلوقتي ما بقوش مجرد 4 فرق. لحد النهارده بعد 13 جوله في 4 فرق انت مش عارف مين فيهم اصلا اللي عنده المقدره انه ياخد الدوري الانجليزي. في لعبه كراسي موسيقيه بتحصل، توتنهام شويه في المركز الاول، شويه مانشستر سيتي، ليفربول لسه ما وصلش للصداره، لكن ارسنال وصل للصداره اخيرا. فيعني في لعبه كراسي موسيقيه، وما اعتقدش ابدا ان دي بتحصل في اي دوري تاني لمجرد انك جبت شويه صفقات كبيره في احد المواسم. الكره الحلوه والمتعه مش مجرد 4 لعيبه كبار جدا وسط 30 بطيخه اللي هم باقي القايمه. الملعب فيه 11 لاعب مش 4، وفي فكر مدرب قاعد بره على الدكه فكره لازم يتطبق، والموضوع مش بالسهوله دي. وفي اعتقادي الشخصي عشان تقدر تاخد مكان وسط احسن 10 دوريات في العالم، الكلام ده مش هينفع يتطبق بين يوم وليله. انت محتاج على الاقل من 5 ل10 سنين من الصرف الجنوني على البنيه التحتيه وتطوير المنظومه كلها، تطوير لعيبتك المحليه، تطوير قطاع الناشئين بتاعك، تطوير المدربين بتوعك، تطوير كل حاجه في منظومه كره القدم بتاعتك عشان يبقى عندك دوري عالمي. عامل ايه يا هاف ديفندر قلبي؟ يا رب تكون بخير. انا احمد السباعي وده نص الملعب. النهارده هنتكلم عن مباراه مانشستر سيتي وليفربول. يلا بينا. بهدف هالاند في الدقيقه 27 وهدف ارنولد الشهير بمحمد عبد المنعم في الدقيقه 80 انتهت مباراه مانشستر سيتي وليفربول بالتعادل 1-1 في ملعب الاتحاد مع كل مانشستر سيتي. قبل بقى ما نتكلم كتير في تفاصيل، خلينا بس نتكلم الاول في خطه الفريقين، ونعرف بس ان بيب جوارديولا بدا المباراه دي 3-2-4-1، يعني 5 لعيبه بميول هجوميه. الخماسي ده اللي هو دوكو سيلفا والفاريز وفيل فود، وقدامهم هالاند. اكي ودياز ووكر كانوا موجودين في الخط الخلفي، وفي نص الملعب كان موجود اكانجي ورودري. الناحيه الثانيه يورجن كلوب بدا بثلاثي هجومي مكون من صلاح ونونيز وجوتا. نص الملعب سوبوسلاي وماك اليستر وجونز، والخط الخلفي المعتاد كان ارنولد وماتيب وفان دايك. بس الخلاف الوحيد اللي كان موجود جديد هو الباك ليفت سيميكاس. مباراه في منتهى القوه وفي منتهى السرعه من مانشستر سيتي وبرده من ليفربول على المستوى الدفاعي، ولكن بقول لك ان مانشستر سيتي كان احسن بكتير جدا على مستوى الخروج بالكوره كالعاده يعني، وكعاده بيب جوارديولا. ومش هنتكلم في الموضوع ده كتير. الحاجه بس اللي عايز اتكلم فيها من ناحيه الخروج بالكوره هي الخدعه اللي كان بيعملها رودري او برناردو سيلفا لما ليفربول كان بيضغط برباعي هجومي، كان بيتسحب من وراهم ويستلم في نص الملعب، وكان بيبقى فيه مساحه كبيره جدا خلف الرباعي ده. والنتيجه النهائيه بالنسبه لي ما تعبرش تماما عن سير المباراه، بدليل ان يورجن كلوب نفسه بعد المباراه مبسوط جدا بالنقطه وحاسس ان هو ما كانش فيه احسن من كده، وان الفريق بالنسبه له ما قدمش المباراه كويسه. وقال نصا انه لو الفريق كان بيلعب احسن من كده كان ممكن كمان نكسب مانشستر سيتي في الاتحاد. بالنسبه لليفربول انا شايف ان النقطه دي ولا في الاحلام اصلا. ولو انت شايفني ببالغ، ولو انت مشجع لليفربول، عايزك ترجع لحظه واحده بس بالذاكره في بدايه الموسم ده وتقول لي انت كنت شايف ليفربول هيروح فين بالتشكيله دي. راس الحربة الفينيشر السريع الوحيد اللي موجود عندك هو نونيز، وجاكبو موجود على الدكه وهو اللي كان بيبدا. كان في شويه مشاكل في الهجوم، جوتا ما كانش في مستواه، ومشكله نص الملعب اللي لسه موجوده لحد دلوقتي لان اندو ما قدرش يحل المشكله بتاعت مركز 6. وليه الاصرار على ماك اليستر في مركز 6 رغم ان سوبوسلاي وماك اليستر لما لعبوا الاثنين في مركز 8 كانوا بيأدوا بشكل كويس جدا. والحقيقه المباراه كانت مليانه بتفاصيل كتير، وكانت مليانه برتم عالي جدا يخليك تنهج اصلا وانت بتتفرج. الا ان بصراحه محتاج اتكلم عن 2 لعيبه بالتحديد النهارده. اللعيب الاولاني هو ظاهره حرفيا يعني في البريمير ليج السنه دي في مانشستر سيتي بالتحديد، وهو دوكو اللي بدأ 8 ماتشات بس في الدوري الانجليزي كاساسي الموسم ده، سجل هدفين وصنع 5. وبغض النظر يعني عن ان دوكو في ماتش النهارده كان متقمص شخصيه احمد عبد القادر وبيحنكش زياده عن اللزوم ومزودها قوي في المراوغات، لكن يعني دي مباراه وارد جدا ان مستواه ينزل فيها او مستواه يرتفع
وتذبذب المستوى بشكل او باخر ده شيء طبيعي جدا للاعب عنده 21 سنة، وهي دي اللي انا عايز اقولها لك. التساؤل الكبير قوي اللي بيجي في دماغي هو ازاي لاعب على هذا القدر من الموهبة لحد شهر 8 اللي فات كان بيلعب في استاد رين في فرنسا وما كانش عليه اي سبوت اعلامي، حتى صفقة ال60 مليون استرليني اللي انتقل على غرارها من رين لمانشستر سيتي ما خدتش مثلا ضجة او بروباجندا اعلامية زي صفقة جريليش او صفقة كايسيدو مثلا، طبعا يعني مع مراعاة اختلاف المراكز بين اللعيبة دي كلها. المفاجأة بقى ان ما كانش في خناقة مثلا عليه بين فرق كتيرة من ضمنهم مانشستر سيتي، والمفاجأة الاكبر ان اللاعب ده بقى له 3 سنين من 2020 بيلعب في استاد رين في فرنسا، ما جالوش عروض كبيره ومفيش فرق كبيره يعني تصارعت عليه، رغم ان الفرق بتاعه البريمير ليج بتصرف مبالغ كبيره جدا على السكاوتنج. فالطبيعي يعني ان كان حد يبقى واخد باله منه او عليه سبوت كبير، او الفرق الكبيره كلها تحاول تتعاقد معاه، او حتى فرق منتصف الجدول في البريمير ليج، وده ما حصلش. ولو انت حاسس ان ببالغ شويه فعايزك بس ترجع لاحصائيات ماتش النهارده، عايزك تسيب الاحصائيه كلها وسيب برضو الباص الصحيح بتاعه اللي هو كان حاجه و90%، وسيب كل اللي انا بكلمك فيه، وعايزك تركز على حاجه واحده بس هي المراوغات. لاعب عنده 21 سنه بيعمل 11 مراوغه صحيحه في مباراه من التوب ليفل، اعلى مباراه تقريبا في الكام سنه الاخيره في البريمير ليج، بيعمل 11 مراوغه من اصل 15 مراوغه. يعني بغض النظر عن ان ال11 مراوغه تقريبا يعني كان الضحيه فيهم كلهم كان ارنولد، بس لاعب زي ده بالامكانيات دي انت شايفه بيدخل على اي لاعب بيرقصه بمنتهى السهوله. لاعب عنده موهبه عاليه جدا، وتقريبا يعني اللمسه الابداعيه دي والموهبه دي، لمسه الكوره دي انت ما بتشوفهاش من فتره كبيره جدا، خصوصا يعني فكره الارتجال، ان يبقى في وينج عنده تصرف من دماغه، مش لازم يعمل اللي بيقول له عليه المدرب بالظبط، لا يتصرف في المواقف اللي بيتحط فيها. اللاعب التاني اللي عايز اتكلم عليه وبسرعه برضه هو اليسون، اللي انا مش عارف بصراحه، هو تقريبا بالنسبه لي كان نجم الشوط الاول. الراجل حاول قدر المستطاع انه يساعد مانشستر سيتي ان هم يسجلوا لكن ما قدرش، يعني لولا لما لما كان ناقص بس ان هو ياخد الكره يحطها في الشبكه بايده. الشوط الاول 3 اسيستات فيهم واحد صريح جدا بتمريره بصاها لفودن، تقريبا كانت شبه انفراد وكان هيسجل فودن الاول بدري قوي. وواحده تانية طول الكره في رجله، دي كانت في اول الشوط الثاني وكان هالاند هيقطعها وكانت هتدخل جون وعلى وشك يعني بس لحقها. والثالثه بقى هي كره الهدف اللي كان اصلا بيحاول يعملها هجمه مرتده لمحمد صلاح واتقطعت في النص وارتدت عليه بهدف. بس انا عند الهدف يعني محتاج اقف بس ثانيه واحده وتبص معايا كده على صوره الهدف وتحاول تجاوبني على السؤال ده. السؤال هو بقى ايه هي احتماليه ان نيسان اكي يرقص الاتنين دول في المكان ده ويعمل اسيست وهو موجود اصلا في وسط 4 لعيبه من ليفربول؟ اي حد في العالم هيبص على الموقف ده هيقول لك ان الاحتماليه ضعيفه جدا، لغايه لما تغير معطى واحد بس من المعطيات وتقول له ان اللاعب اللي كان قصاده هو ارنولد. في الحاله دي وجهه نظرك هتختلف 100%. وبصراحه يعني ارنولد بقى في الناحيه الدفاعيه عنده مشاكل بالعبيط، لكن على الجانب الهجومي ارنولد لاعب مؤثر جدا مع ليفربول. المهم يعني ان في الاخر المباراه انتهت بالتعادل 1-1، وقدر ليفربول انه يخطف نقطه من بق الاسد، وبدأت لعبة الكراسي الموسيقية لأن أرسنال استغل الفرصة وقدر يكسب ويوصل لنقطة 30 عشان يعتلي الصدارة، ويجي وراه في المركز الثاني مانشستر سيتي ب 29 نقطة، وبعد كده يجي ليفربول ب 28 نقطة، وفي المركز الرابع يجي توتنهام ب 26 نقطة ولكن لعب 12 مباراة، وهيكون لعب المباراة الثانية لما تكون الحلقة دي نزلت. بعدهم بيجي أستون فيلا ونيوكاسل، وأنا بصراحة بعد كده موبايلي ما بيجيبش، فبالنسبة لمانشستر يونايتد بقى وتشيلسي دول يشوفوا لهم إيه. عندك حق، يعني يشوفوا لهم لعيبه بقى، يشوفوا لهم مدرب، يشوفوا لهم حوار، لان الوضع اللي هم فيه ده منظره زباله قوي بصراحه. ما رضيتش اتقل عليك في حلقه النهارده وادخل في تفاصيل كتير تاكتكس او غيره، لانها عوده بعد انقطاع كبير. اشوفك الحلقه الجايه.